بجد الكافيه ده تحفة. وكمان سمعت ان هو ليه فروع كتيرة في القاهرة. ما شاء الله. هو باين من شكله، انا اول مره اجيه، بس باين من شكله ان هو تحسيه شيك كده، حلو. طبعا لذيذ. تعالي نشوف هنطلب ايه. يلا. وريني. ده اسعارهم تحفة كمان. ايه ده؟ واو، عندهم بلو بيري. مساء الخير يا فندم. مساء النور. هتطلبوا ايه؟ انا هعزمك تاخدي بقى. بلو بيري معايا؟ لا يا هعزمك انا المره دي. خلاص ماشي. اجيب لك بلو بيري على ذوقي. خلاص تمام. 2 بلو بيري. تمام. حاجة تانية؟ لا لا شكرا. ميرسي، شكرا. تمام ماشي، بعد اذنك. باين ان السيرفيس عندهم برضو جميله يعني. جميل ومحترم. ما شاء الله. ذوق. عايزين بقى نتصور هنا، الفيو حلو. طب تعالي. بقول لك يا احمد، اتفضل يا استاذ سلام. انا شايف ان الكافيه محتاج تزودوا ترابيزات في الركن اللي هناك ده. تمام. طب ماشي حاضر. والاضاءه ممكن تزيد هنا، هتبقى كويسه جدا بالليل. تحت البرجيله ده حضرتك؟ تمام. وعايزك اظبط لي الفيو هنا في المدخل، ما ينفعش يبقى كده. حاضر حاضر يا الكافيه استاذ. جديد بس محتاج شويه تظبيطات كتير يا احمد. واحده واحده حضرتك، اللي انت عايزه كله هيحصل. ما انا برضه مش عايز الفرع ده يبقى اقل فرع في الفروع اللي احنا فاتحينها يعني يا احمد. حاضر حاضر يا استاذ سلام، بعد اذنك بس عشان معايا مشاريع. ايه ده؟ انت خدت طلبات البنتين اللي قاعدين دول؟ حضرتك. طب والله هعملها لها مفاجاه. في حاجه؟ هات المشاريب وما توجههاش، هاتها لي انا يا احمد. حضرتك طب في حاجه يعني؟ هاتها لي انا يا احمد زي ما بقول لك. طب حاضر حاضر. يبقى صح، هعمل لها مفاجاه. روح بس هات المشاريب بتاعها بسرعه. حاضر حاضر. هي عارفه ان انا هنا ولا ايه، ولا جايه بالصدفه؟ خلينا اسالها. يا ترد اهي. ايه هنا، اخبارك ايه؟ ايه يا سلامة، ايه الاخبار؟ انا تمام. امال انت فين كده؟ انا في كافيه كده حلو جدا في الزمالك. كافيه حلو جدا، كان نفسي بجد اجيلك بصراحه، بس انا في الشغل بقى فمش هعرف اجي. طيب ماشي، ربنا معاك يا حبيبي. طيب انت لو احتجت اي حاجه يبقى رن عليا، ماشي؟ الكافيه اللي انت فيه كويس ولا في حد ضايقك؟ لا لا، كويس جدا، جميل. طيب ماشي، سلام. باي باي. كده ما تعرفش اصلا ان انا هنا صاحب الكافيه. مش عارفه ايه الصدفه الغريبه دي. مؤخر ليه المشاريع. واضح قوي ان انتوا متفاهمين قوي. هو بيحبني وبيقدرني يعني، والحمد لله كويسين مع بعض. ربنا يخليكوا لبعض. والله يا استاذ سلامة ده كويس جدا على فكرة، ما تخسرهوش. يا رب، ربنا يخليه ليا ان شاء الله. ان شاء الله. هنحضر الفرح امتى بقى؟ قريب ان شاء الله باذن الله، يعني اما الشقه تخلص بس. ان شاء الله الشقة تخلص كده وافرح بيكي واحضر لك الفستان. ان شاء الله باذن الله. وانا كمان لازم افرح بيكي قريب بقى ان شاء الله لما الاقي حد غلبان زيي. خد يا احمد. نعم يا استاذ سلام. يا ابني انا مش قلت لك الترابيزه دي المشاريب انا اللي هنزلها؟ معلش انا اسف، بس مش هينفع حضرتك. ممكن امشي جنبك لا لا وأوصلك؟ لا لا لا، هات بس اللبس اللي انت لابسه ده. اللبس كمان؟ يلا يا احمد بقى انجز بقى يا اخي. طب حاضر حاضر يا استاذ سلام، بس هو في حاجه؟ طيب بقول لك ايه، انت بتسال كتير ليه؟ حاضر حاضر. اعمل انا مفاجاه كده واشوف هتعمل ايه ورد فعلها هيبقى عامل ازاي. طب هات وانا ادخل حضرتك المكتب. اوكي دخل المكتب يا احمد. حاضر. روح انت بقى. طب ماشي، بعد اذنك. اتفضل يا احمد. من غير ما اعمل اي حاجه انا متاكد كده كده انها بتحبني الشخص يعني. كده هتقف جنبي بقى وتقولي كمان اقعد اشرب معايا حاجه. بيتك يا احمد يبقى لبن، بس حاجه كده حلوه يا اخي. اتأخروا قوي صح؟ حاسه ان العصير اتاخر شويه. اهو جه. مساء الخير. مساء النور. ايه ده هنا؟ ازيك يا ندى؟ ايه ده؟ سلامه. بتعمل ايه؟ سلامة؟ بعمل ايه هنا؟ هو ده الكافيه اللي انت قلت لي ان انت فيه في الزمالك صح؟ هو ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ماله اللبس؟ ما هو حلو. ازيك يا سلامة، عامل ايه الاخبار؟ انا بفكر بتعمل ان ايه شاء هنا؟ الله بتعمل ايه هنا؟ ظبطي ايه شويه ده؟ على مقاسي. ايه ده؟ بتعمل ايه هنا؟
انت بتعمل ايه هنا؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ انت شغال عادي يا هنا، في ايه؟ انت شغال هنا؟ في ايه انت يا هنا؟ بتهزر ولا ايه؟ انت مش قايل ان انت شغال شغلانه كويسه وانك صاحب كافيهات وحاجات؟ ايه ده؟ هنا على فكره الشغل مش عيب، انا قلت لك شغالين شغلانه كويسه وده مش شغل- عيب؟ لا استنى، ايه اللي مش عيب؟ مش عيب بالنسبه لك؟ ده انت تعرني قدام اهلي، يا نهار ابيض. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني انا قايله لاهلي ان انت شغال كويس وصاحب كافيهات وي وفي الاخر جاي تجيب لي العصير؟ اللي انت لابسه ده اللي انا لابسه ده لبس شغلي عادي. هو انت إيه بتكذب المشكلة؟ عليا؟ على فكره انا ما كدبتش عليكي، انا بقول لك شغال شغلانه محترمه ودي شغلانه محترمه. انت تخيلتي بالنسبه لك مش بالنسبه لي، دي ما تناسبنيش لا انا ولا اهلي. ليه؟ على فكره يا هنا انا عارف اهلك كويس، واهلك يعني حالتهم كويسه الحمد لله، بس شبهي. شبهي؟ انا يوم ما اتجوز حد اعلى مني، ابص لفوق مش لتحت. انت مش شايف انت بتعمل ايه؟ انت متخيل ان انت جايب لي العصير؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ انت طلعت كداب، انت بتكذب عليا. دي بتهزر يعني. بهزر ايه؟ اسكتي انت دلوقتي يا ندى علشان ما اخسركيش انت كمان. ايه اللي انت بتعمليه ده يا هنا؟ هو عيب انت يا يعني. هنا جايب لي العصير وجايب لي ميه، ايه ده؟ من القرف. صح، امسك كده سد بلتك. معلش انا اسفه يا سلامه، انا اروح اعقلها دلوقتي واخليها تيجي تعتذر لك بعد اذنك. ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ بقى دي هنا؟ دي الانسانه اللي بقول ان مفيش في الدنيا واحده زيها؟ هنا يا هنا، ده انا اللي بقالي ساعه. يا هنا اللي انت عملتيه ده غلط. سلامه ده شخص محترم وكويس، وعلى فكره هو ما عملش حاجه غلط. الواحد بيشتغل وبيقبض كذاب. وبيشتغل حلال يعني. كذاب. بيكدب عليكي في ايه يعني؟ قال لي ان هو شغال شغلانه حلوه جدا وان هو معاه فلوس وغني. قلت لها في الاخر ايه؟ جرسون؟ لا، ما ممكن يكون فعلا كان غني ومعاه حاجات كتيرة قوي، بس ممكن بقى اتصرفت، حد نصب عليه، حصل له ظرف، ممكن كنت تسأليه وتقفي جنبه وتعرفي ايه السبب اللي وصله لكده، مش تيجي عليه وتجرحيه وتكسري بخاطره. اللي انت عملتيه ده غلط يا هنا، ده اختبار من ربنا، وانت كده ما بترضيش بالعيشة دي. وعلى فكرة انت ممكن تتجوزوا عادي وربنا يكرمكم انتوا الاتنين. على فكرة بكلمك يا هنا، انت عايزه ايه دلوقتي؟ اللي انت عملتيه ده غلط. هتيجي معايا دلوقتي وتروح تعتذري له. اعتذر؟ يا بنتي كل حاجه في الدنيا الفلوس. انت متخيله ايه يا حبيبتي؟ المفروض ان انا لما اجي اتجوز حد يا اما في نفس مستواي يا اما اعلى، لان هو لو اقل مني انا مش هبقى مرتاحه، ولا هو هيبقى مبسوط ان هو مش قادر يوفر لي العيشه اللي انا كنت عايشاها. لكن هو بالشكل دوت ده هيعيشني معاه في القحط. انا عايزه حد يرفعني لفوق مش ينزلني لتحت. والله يا حبيبتي لو هو عاجبك كده وشايف ان هو شغال شغلانه جميله وعجباكي وحلوه ومحترمه، روحي يا حبيبتي خديه انت. لكن شخص زي دوت كذاب وبيشتغل جرسون في كافيه، انا اتجوزه هو ليه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه اللي انا هروح له يعني وان انا هبقى جنبه؟ عيب اللي انت بتقوليه ده يا هنا. انا خايفه على مصلحتك يا بنت الناس، انت لازم تقفي جنبه. هو شخصيه محترمه وغلبان، محترمه ما ينفعش ان وغلبان. انت تخسريه. ما هو فعلا غلبان وفقير وقاعد تحت في المنحدر تحت الصفر مع نفسه. انا مش هعيش معاه قصه كفاح. كل حاجه في الدنيا الفلوس، وما دام معهوش فلوس يبقى ما يلزموش. يعني انت عايزه تقنعيني يعني انت لما اتولدت وابوك كان غني يعني؟ اه ما انت ممكن في يوم من الايام تنامي وتقومي تلاقي ابوك خسر كل فلوسه وبقيتي فقيره زيه. يا ربي مش هيحصل ان شاء الله. يعني انت مش هتشاور عقلك دلوقتي وتيجي معايا وتتاسفي له؟ لا مش جاي. سلامه قصه واتقفلت وخلاص. وصحيح يا ندى بقول لك ايه، عارفه انت من زمان كنت معجبه بيه وشايفه ان هو شخص كويس وجميل، وكنت دايما بتقولي لي وشايفه ان هو جميل قوي ليا وبتاع. بصي خلاص انا سبته، وانت طبعا عاجبك، خلاص اشبهوا ببعض ومع نفسكم وبراحتكم، واديني سبتهولك خالص اهو، اشبهي بيه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا هنا؟ عيب اللي انت بتقوليه ده. هو انت لا يا بتحبيه؟ حبيبتي هو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وانت فاكره ان انا مش حاسه ولا عارفه انك معجبه بيه من زمان؟ ليه ما بحسش؟
انا فاهمه كويس قوي انت من جواكي حاسه بايه، عشان كده انت جايه لي دلوقتي عشان فعلا صعب عليكي عشان انت بتحبيه. لكن انا خلاص قصتي معاه انتهت وخلاص. اشبعي بيه يا حبيبتي براحتكم. خلاص يا هنا ممكن تمشي من قدامي؟ انا مش عايزة ماشيه أعرفك فعلا تاني. ولا انا كمان عايزه اعرفك تاني. اولعوا ببعض كل قرف. ايه ده انت طلعت حقودة وسودة من جواكي. انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا عرفت انا اعمل ايه. كده هتفوق وهترجع تعتذر دلوقتي. سلامة. ندى اعمل ايه دلوقتي؟ ما رضيتش ترجع معاكي صح؟ انا رحت فضلت اتحايل عليها وبرضه مصممة على اللي في دماغها وما رضيتش ترجع معايا. يا سلامة، انت ربنا يكرمك بواحدة احسن منها، واحدة تستحملك يعني على عيبك. وانا معرفش ان هو ديت مش عيب، يعني اي حد ممكن يشتغل الشغلانة دي وشغلانة محترمة طالما بتكسبها بالحلال. معاكي حق يا ندى. انا اللي كنت غابي طول الفترة اللي فاتت وما كنتش شايف صح. انا بس مستغرب ازاي ما كنتش عارف اشوفها على حقيقتها، وان كل اللي يفرق لها الماديات. كل واحد بيختار اللي شبهه يا سلامة. يعني هي انا ما متعودة بصيتش على العز. لفوق اصلا يا ندى. عز ايه؟ احنا هنمثل ونحاور على بعض. انا ما بصيتش لفوق. ما هي مستواها زي ايه المشكلة يعني؟ باباها راجل اصلا طالع على المعاش ومامتها ست بسيطة. فين يعني العز اللي هي فيه علشان تفتري وتتجبر بالشكل ده؟ هي زي ما بتقول كده متعودة على العز، وانا مش عايش مع واحد فقير هيفقرني ومش هيجيب لي الحاجات اللي انا برضه نفسي هز فيها. هز مش متعودة على العز هنا، دي متعودة على الطمع والأنانية. عموما كويس ان انا فقت دلوقتي احسن ما كنت فقت متأخر، وكويس ان الموقف ده حصل عشان يبين لي حقيقتها. طيب انت مش محتاج اي حاجة؟ اعمل لك اي حاجة يعني؟ لا انا تمام يا ندى، بس انا عايز اشكرك بجد ان انت اهتميتي وما مشيتيش ورجعتي كمان علشان تجبري بخاطري وتقولي كلمتين يسكتوني او يخلوني اتحمل اللي حصل يعني. ده نصيب، والحمد لله ان هو انتوا لسه على البر، يعني لسه ما اتجوزتوش. الحمد لله. وان شاء الله تاني ربنا يشيلك الاحسن، وربنا بيحبك على فكرة عشان بيبين لك حياة الناس اللي حواليك. انت معاك حق في كل كلمة قلتيها. ولا تزعل ولا تتضايق من شغلانتك دي. ألف يعني يعني واحد يتمنى يشتغل الشغلانة بتاعتك. صح يا طب- ندى. هو لو كنت انت مكانها كنت هتعملي ايه؟ مكان مين؟ مكان هنا؟ واكتشفتي ان الانسان اللي المفروض بينكم مشروع جواز شغال ويتر في كافيه يعني، كنت هتتصرفي ازاي بصراحة؟ عادي يعني، طالما بيشتغل بالحلال وبيرزق بالحلال عادي. ربنا كانش هو اللي هيفرق بيرزق. معاكي؟ لا، ربنا هو اللي بيرزق. كنتش هتحسي ان هو هيهينك وسط اهلك او الكلام اللي هي قالته ده بجد؟ لا، ويهني ليه؟ طالما ان هو بيشتغل وقادر ان هو يفتح بيت ويصرف على مراته فعادي. انت بجد انسانة جميلة قوي يا ندى. بقول لك ايه؟ هو انت بتخلع ايه؟ ده ممكن المدير يشوفك او مدير المكان لا مش مشكلة بقى، ما انا كده كده هاخد بقى اليوم اجازة. تعالي اوصلك. ماشي يلا. اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نورتنا. ده نورك. بس ايه الخطوة العزيزة دي؟ خير ان شاء الله يا جماعه. انا يسعدني ويشرفني ان انا انسب حضرتك يا عم عماد، ده لو ما عندكش احترام يعني. طب استني بس يا وفاء. طب يا استاذ محمد، يعني انت سألت عننا وسألت عن بنتي؟ ايوه عارف بنتك كويسه ومحترمه وعجبني اخلاقها بصراحه، عشان كده جيت ادخل البيت من بابه. الظاهر ان في سوء تفاهم شوية، انا مش هقصد السؤال ده يعني. امال ايه؟ بص يا استاذ محمد، اولا انت شاب كويس وطموح وشغال ابن ناس يعني، وانا عارف ان انت هو شغال صنع. ايه الاول يا حاج؟ بتساله الاول هو شغال ايه؟ استنى بعدين وما تترفضش يعني. بس انت لو كنت جيت في ظروف احسن من كده يعني كان الكلام يبقى متغير. طب وانت قلت لي انت شغال ايه؟ انا شغال في سلسله كافيهات. سلسلة؟ مدير يعني. ماسك الحسابات.
ماسك الحسابات. بسم الله ما شاء الله، يعني دي كانت شغلانه حلوه. خلاص ما عادش ينفع بقى، هنعمل ايه يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا بابا؟ ازيك يا ازيك بنتي؟ يا ماما؟ هي يا حبيبتي عامله ايه؟ عامله ايه؟ حبيبتي ايه ده، انا اسفه ده يا بنتي عريس جاي يتقدم لك. شفتي؟ عريس؟ اقعدي. شغال ايه بقى على كده؟ ايه؟ شغال ايه؟ والله انا بالنسبه ليا قلت انا شغال ايه لوالدك. ده يا بنتي ماسك سلسله كافيهات. مدير يعني. سلسله كافيهات؟ وعلى فكره مكسبها كويس جدا. هو في ايه؟ هي بتسأل الأسئلة دي لعب كده؟ انا مش عارف هي ناويه عليا اصلا. مش عارفة. هقوم اخدها واتكلم معاها بعدين. اصبرنا ونشوف اخرتها ايه معايا. ماشي. كويس يعني، مستواك حلو. عندك ايه بقى؟ كل اللي انت عايزاه موجود، ما تقلقش من حاجه. بالنسبه للفلوس ما تقلقش خالص. شقتك فين؟ انت حابه تقعدي فين؟ انت لسه ما جبتش الشقه اصلا؟ لا لا عادي. بس انا عندي شقق كتير في كل مكان شقه. انت بقى تختاري المكان اللي انت عايزه تقعدي فيه. عندك كام عربيه؟ عندي كام عربيه؟ ثانية واحدة. حاليا عندي عربيه واحده يا بس حبيبتي بعد الجواز ممكن اجيب لك العربيه اللي انت عايزاها. تمام. هو كده كده الرأي الأول والأخير طبعا لكلمة بابايا ومامتي. بعد ايه؟ واضح. تعالي عايزاكي بعد إذنك. اتفضلي تعالي يا مامتي. تعالي. في ايه يا اتفضلي كده ماما؟ اقعدي. في ايه؟ هو انت خليتي في ايه ولا مفيش ايه؟ انت مش عامله لنا اي اعتبار لنا ولا ابوك. ما انا قلت له ان الكلمة الأولى والأخيرة لبابا. بعد ايه؟ بعد ما صفيتي كل حاجه. ده انت ناقص تقول له كاتب الكتاب امتى؟ صدقني انت عيله بارده. بصي يا حبيبتي، انت ناسه ان انت مخطوبه. في ايه؟ أنا مش مخطوبة. نعم. وسلامه ده ايه بقى؟ هوا؟ فسخت خطوبتي. ازاي؟ فسخت النهارده. ليه؟ مثلا طلع كذاب وطلع بيضحك عليا، طلع كذاب؟ شغال جرسون في كافيه وضحك علينا كلنا ومفهمنا ان هو حاجه كبيره، وهو اصلا طلع ان هو ولا حاجه. وايه يعني شغال جرسون؟ ايه المشكله؟ طب كذاب. ما ده شغال في كافيهات. بس دوت مدير كافيهات. هتفرق في ايه؟ ده مستواه المادي حلو ودوت وحش، وكمان كان كذاب، ضحك عليا، ما صارحنيش اول ما عرفني. انا اتخطبت له على اساس حاجه وطلع ان هو حاجه تانية. والنبي هتلاقي كان بيمسح ترابيزات، وبكره يا بنتي سلامه ممكن يترقى والدنيا تحلو معاه. بعد ايه؟ وربنا- بعد ما كذب عليا خلاص انا ما بقتش عايزاه وسبته وقلعت له الدبله وسبته خلاص، فدوت كويس، انا موافقه على ده. انت كمان قلعتي الدبله؟ قلعتها وسبتها. لا ده واضح ان احنا مش موجودين في الدنيا خالص وملناش اي لازمه لنا ولا ابوكي. بصي اللي عملتيه ده له عقابه، بس اكيد لما اللي قاعد بره ده انا موافقه على اللعيب بره. انت توافقي ولا ما توافقيش؟ الكلمه لابوك الاول. طب ما انا قلت له الكلمه لابويا الاول، بس انا موافقه. طيب يا حبيبتي خليكي هنا بقى كده لما نتكلم معاه، ولا انت عايز تطلعي لك راي تاني؟ ممكن اطلع اسمع. طلعي تسمعي. هتفتحي بقك؟ لا. طيب ماشي، تعالي وما يمشي ربنا يسهل. ماشي تعالي. اطلعي. انا هطلع. لا كويس والله. ما تشغلش بالك يا عم امان. فين؟ قومي يا بتهم. فين؟ مفيش حاجه. لو سمحتي يا حاج معلش عايزك في كلمه. بعد اذنك يا محمد يا ابني، البيت بيتك. طبعا كده. ماشي. في يا وفاء؟ ما تفهميني ايه الحكايه بالظبط؟ الحكايه يا حاج مش حلوه خالص. ازاي يعني؟ البت سابت سلام. سابته؟ ايوه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ده سلامة انسان كويس ومحترم يعني. بتقول ان هو كذب عليها وابصر ايه شغال جرسون ومش عارفه ايه والكلام ده كله. قلت لها يا بنتي بكره ربنا يكرمه مفيش فايده. قالت انا اهم حاجه عندي ان هو كذب عليا. رميت له الدبله في وشه. لا حول ولا قوه الا بالله، بس المفروض كانت ترجع لنا. ما هو المفروض، ما انا قلت لها انت كده مخليانا مش موجودين خالص. بس هي بصراحه مياله للي بره ده، مع ان بصراحه مش نازل لي منظور. محمد؟
معرفش جاي يفرض نفسه كده، وعمال يقول لها كم عربيه ومش عارفه ايه، وحاسه الموضوع فيه طمع. ما فيهاش اي حاجه، هو محمد كويس، ما يعبوش اي شيء. والراجل دخل البيت من بابه وما قابلهاش بره ولا اتكلمها ولا قال لها ايه رايك فيا ولا اي حاجه. يعني ماشي اصول ما فيهاش حاجه يعني وفاء. ماشي يا حاج، كل دوت انت عندك حق فيه، بس في حاجه احنا ناسيينها. ايه هي؟ هي بتقول انها رمت الدبله في وش سلام. ماشي، مش المفروض سلامه يجي البيت هنا ايه هنخطبها كده على طول من غير ما نراجع الراجل ده؟ لا، ما هي خلاص رمت له الدبله، يعني خلاص كل واحد راح لحاله. بس انا زعلان على الموقف نفسه. بره انت عارفه لو كانت جت قالت لي كنت انا اللي قلت له او بعت له يا ابني خد حاجتك. بس يلا بقى خلاص، اللي حصل حصل. وبالنسبه للعريس اللي بره دي ولا العريس اللي بره ده ما يعملش اي حاجه وعادي يعني. يعني انت شايف ان احنا كده مش هنتسرع وان احنا ندي فرصه للراجل التاني ان هو يعني مثلا يمكن يعرف يصالحها ولا حاجه؟ يا وفاء، الراجل مننا لو خطيبته رمت في وشه الدبله مش هيبص لها تاني، خلاص على كده بقى. انت رايك كده عشان ما نبقاش تعدينا الاصول يا اخويا؟ لا، ادام فركشوا يبقى احنا مش متعدين الاصول. اتفركشوا ما حصلش نصيب وجي نصيبها هنقول لا. خلاص يابا اللي انت عايزه. بقول لك ايه، اتفضلي. انا عندي ليك كده، عايزه اطلب منك طلب. عايزه تطلبي؟ طب وتطلبي ازاي اصلا ولسه ابوك ما ردش عليا؟ انا عايزه اطلب منك طلب وان شاء الله بابا هيوافق عليك يعني. بقول لك ايه، لما نيجي نعمل الخطوبه عايزه اعمل الخطوبه في اوبن اير، ويبقى فيه بول كبير قوي ودي جي بقى وفاير شو حاجات كتير قوي، ونعمله كبير قوي، ما بحبش الحاجات اللي على الضيق. والفرح طبعا هيبقى اكبر منه بكتير، بس الخطوبه عايزاها تبقى، عايزه الناس كلها تتكلم عنها. طب وليه ده كله؟ على فكره الموضوع بالنسبه لي هيبقى صعب. ليه بقى؟ انا راجل بتاع شغل، معايا فلوس لكن يعني الحاجات دي المفروض ما تفرقش. لا بالنسبه لي انا تفرق. انا بالنسبه لي انا كهنا، بالنسبه لي لازم تبقى كل حاجه ليها طلتها وليها انبهارها، وابقى انا احسن واحده في الدنيا دي كلها. ولا انت بقى هتستخسر فيا حته خطوبه؟ لا لا. نورتنا يا ابني. ده نورك، الله يخلي حالك. بص يا محمد يا ابني، اتفضل. والله مجيتك ديك نورتنا، واللي انت تتقدم لبنتي ده شيء يشرفنا. وعن العموم مبدئيا احنا موافقين. ده شرف ليا برضه يا عم عماش. وبالنسبه بقى لتفاصيل الجواز وكده بعدين. الفيلا دي حلوة أوي. هو انت جايبنا هنا ليه؟ هو انت شغال هنا برضو؟ بص يا ندى، انا مش شغال هنا ولا كنت شغال اصلا في الكافيه. ازاي يعني؟ يعني انت مش شغال من الأساس؟ لا يا ندى. طب ما تقلقش ربنا هيكرمك يعني بشغل أحسن. وشكل الفيلا دي حلوة أوي، وإن شاء الله تاني نكون أصحاب المكان كويسين يعني. اصحاب المكان كويسين؟ والله يا ندى انت طيبه واصيله جدا بجد. بقول لك ايه يا ندى، ايه يا سلام؟ انا قعدت مع نفسي وفكرت ولقيت ان الانسان بيبقى فيه ناس كتير جدا حواليه كويسه قوي بس ما بيبقاش واخد باله منهم. بيبقى فيه ناس هي اللي تستاهله بس للاسف بيروح لناس تانية ويقل من نفسه. مش فاهمة حاجة، توصل ايه بكلامك؟ أنا زعلتك في حاجة؟ بالعكس يا ندى، انت عمرك ما زعلتني في حاجه، وطول الوقت بتحاولي ان انت ترضيني، بتحاولي ان انت تقفي جنبي في ازمتي، وبتحاولي ان انت تطبطبي عليا كمان. بقول لك ايه يا ندى، هو انت تقبلي ان احنا نرتبط؟ اه. مش هيفرق لك بقى ان انا شغال او مش شغال او الكلام ده؟ لا طبعا، أنا واثقة إن ربنا هيكرمك وشغلنا أحسن من كده، وعادي يعني. ربنا هيكرمك إن شاء الله. طيب انا بالمناسبه دي بقى نعمل بارتي صغير كده، احتفال كده بسيط هنا في الفيلا دي. ما تقلقيش انا مظبط كل حاجه، وهتعرض كل حاجه كمان في الوقت المناسب.
اروح اغير كده وانتي كمان تروحي تغيري كده، ونعمل حفله كده بمناسبه خطوبتنا، خطوبتنا احنا الاتنين؟ لو انتي موافقه يعني. اه طبعا موافقة. مفيش احسن منك يا سلام، وانت شخصية طيب وغلبان ومحترم كمان. تسلمي بجد. انا هروح البس وانتي راح جاهزين وهستناكي. ماشي، هروح البس دلوقتي وهجيلك. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سلام؟ الحمد لله يا محمد، اخبارك ايه؟ انا كويس والله بخير. خير في حاجه؟ هو طب بقول لك ايه، الشمس تعبت دماغي، تعال نتكلم جوه. اتفضل يا محمد. قول لي يا محمد، الكفايات اخبارها ايه؟ لا، ما شاء الله زي الفل، وكل يوم الاربعاء بتزيد، وحضرتك اصلا ما بتخليش حد ناقصه حاجه، عشان كده كل العمال وكل الناس بتشتغل بكل مجهودها. مفيش اي مشاكل يعني؟ الحمد لله. لا، مفيش اي مشاكل، الفروع الجديده تمام؟ كله تمام. طب خير، امال عايزني في ايه بقى؟ انا بصراحه جاي لك كده عشان انا كنت ناوي اخد اجازه النهارده. تاخد اجازه النهارده؟ بص يا محمد، انت عارف ان انا ما استغناش عنك، هو مطمن جدا طول ما انت ماسك كل حاجه، بس اكيد يعني مش هبخل عليك. بس هو في حاجه غريبه، انت عمرك ما طلبت اجازه، ودايما حتى ايام اجازتك نفسها الرسميه بتطلب مني انك ما تاجزش وتشتغل. معلش، ما هو النهارده بقى هيبقى يوم مميز بالنسبه لي. يوم مميز؟ اه. عموما ربنا يجعل ايامك كلها مميزه يا محمد. خد أنا- اجازه يا سيدي. اصل انا خطبت، طب الف مبروك. وليا طلب عند حضرتك كمان. عمر يا محمد. بصراحه كده خطيبتي كان حابه يعني نقضي الخطوبه كده على البسيم، وطبعا انا مش متوفر معايا الحاجات دي، فبستاذن حضرتك بس اجي اعمل الخطوبه هنا في الفيلا. أوي أوي يا محمد، فيلتي هي فيلتك، انت عارف ان انا طول عمري بعتبرك اكتر من اخ يعني. البسين والفيلا واي حاجه تحت امرك، يبقى بلغني بس اليوم اللي هتيجي فيه علشان اخلي يعني القصد والامن وكل حاجه تظبط لك الدنيا. لا، اليوم اللي انا هاجي فيه ايه يا استاذ سلام؟ ده هما كده مستنيين ان انا اروح اجيب خطيبتي بقى واهلها. هي هيبقى خطوبه كده على الضيق النهارده يعني. النهارده؟ انت بتتكلم بجد؟ ايوه طبعا. غريبه والله يا محمد، انا بحترمك وبعزك جدا، بس ما توقعتش ان خطوبتنا يبقى في نفس اليوم كمان. ايه يعني انت خطوبه حضرتك النهارده برضو؟ وهتضايق برضه، مش عازم اي حد، بس تصدق دي فرصه حلوه. لا خلاص، انا هتصرف. لا عيب يا راح راجل، المكان تتصرف ايه؟ ده مفيش غير انا وهي، اكيد مش هنسبب لكم ازعاج يعني، فالمكان مكانكم، واحنا هيبقى ضيوف كمان عندكم لو حابين. لا، انت احنا نقعد شويه بس كده نحتفل مع بعض، وانت هات بقى خطيبتك واهلها وكل اللي انت عايزه. لا، بليلك يعني يا محمد. انا بالنسبه ليا يعني هيبقى انا وامها وابوها حاجه يعني كده برضو على الضيق. برضه دي حاجه تشرفنا يعني ان انا وانت يبقى في خطوبه واحده يعني وكده. طيب يا محمد، تروح بقى انت عشان تلحق تجهز، وانا كمان هطلع اجهز عشان متأخر. ماشي يا استاذ سلام، بعد اذنك. جدع يا محمد، ما ينفعش اقول له لا طبعا. يا بنتي، انت متأكدة اللي هو ده المكان؟ ايوه يا بابا، اللوكيشن جايب لي هنا. امال هو فين يا بنتي عريسك؟ مش عارفه هتلاقيه جاي ولا. بس انت خليتيني غيرت بس اللبس بتاعي، ولازم تلبسي بابا قميص وبنطلون زي الشباب بتاع اليومين دول. اهو العريس اهو، العريس اهو، يلا تعالي هنا. اتفضل. طب يا حاجة اركبي. يا حاجه مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا ست الكل. بسم الله ما شاء الله. عربيتك شكلها حلوه قوي. تسلم. دي عربيتك؟ عربيه. بقول لك يا حاج، نعم. هو انا شايفك العروسه كان هتركب هنا وشايفك متنشن كده، ده انت حماي، وانا هيبقى جوز بنتك ان شاء الله. لما تبقى جوز بنتي. عندك حق. الرسوم ما نعدهاش. عجبني تفكيرك. ماشي يا ابني، يلا. الف مبروك يا حبيبتي.
البيت. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انا ما اعرفش. صلاة النبي حاجة حلوة قوي. اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. بصوا انا عايزكم بقى ايه تاخدوا راحتكم على الاخر. يعني الفيلا دي بتاعتك؟ اكنه مكان، لا هي مش بتاعتي، الفيلا دي بتاع صاحب الكافيهات اللي انا شغال فيها. وانا استاذنته وقال لي يا محمد احنا اخوات ما فيهاش حاجه، ولو ان ظروفه الماديه احسن مني بكتير بس هو يستاهل، راجل امير بالله جدع. انت ما عندكش فيلا؟ ايه؟ ما عندكش فيلا؟ لا وانا قلت لك انا عندي شقه في الحته اللي انت تعجبيها، لكن فيلا لا ما عنديش فيلا. طيب خليهم يقعدوا يا حاج عماد. اقعدي اقعد يا استاذ محمد، اقعد يا ابني. ايه يا جماعه احنا هنختلف ولا ايه يا عروس؟ لا ولا في اختلاف ولا حاجه يا ابني، انت ما قلتلناش، انا بحسبك يعني انت عاملها مفاجاه ودي تطلع دلتك في النهايه. لا انا ما بحبش المفاجآت على فكره، وجاي معاكم دغري وصريح. انا جاي اخطب بنتك وقلت لك مكان ما تحب، المكان المناسب ليها اللي هترتاح فيه هقعدها فيه، بس في شقه مش فيلا. خلاص يا ابني عادي، انا عارف ان انت راجل محترم وصادق في كلامك، بس ما قلتليش يعني طبيعه الشغل بتاعك ايه بالظبط؟ طبيعه الشغل سلسله كافيهات في كل مكان يعني. يا حاج عماد معلش يا اخويا ان انا قطعتك، واحنا جايين نتكلم هنا في الشغل. قبل ما المعازيم ما تيجي يعني وكده برضه ندردش. يعني برضه ما تسيبهم يقعدوا جنب بعض، نزل رجلك، نزل رجلك يا بت. ما تسيبهم يقعدوا جنب بعض يا حاج. لما نكتب الكتاب يا حاج يا اخويا جماعه النهارده في خطوبتهم. من ساعه ما اتجوزنا قعدنا جنب بعض لما كتبنا الكتاب. هو زماننا ايه وزمانهم ايه يا حاج؟ هو زمان كان في اصول وهنا دلوقتي بقى اصول متغيره. عادي على فكره يا جماعه، انا مش عايزكم تزعلوا، وبعدين احنا مش في مشاكل. وبعدين بقى يا حاجه لو انت زعلانه على الايام اللي قضيتيها مع الحاج، لمؤاخذه في الكلمه ما فرحتيش فيها في سيشن او الكلام ده كله، ممكن تاخدوا صورتين هنا. لا يا اخويا ده انا ايامي معاه كلها فرح وهنا. ايه ده؟ مين دول؟ هما دول المعازيم؟ بس سلامة قال لي ان احنا هنعملها انا وانت، هتضايق يعني؟ مفيش مشكلة عادي. ابوكي مش هيقوم من على الكرسي، اسكتي بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ بتعملي ايه هنا؟ انت ايه اللي بتعملي هنا؟ انا ما عزمتكيش هنا النهارده خطوبتي، انت بتعملي ايه هنا؟ خطوبتك؟ لا يا حبيبتي، ده النهارده خطوبتي وانا ما عزمتكيش. هي مين الحلوه دي؟ مين دي؟ دي البت اللي كانت صاحبتي وراحت لفت على خطيبي اللي انا كنت فاسخه معاه. لا، بنتك كانت مخطوبة لواحد كويس ومحترم، ولما حصلت له مشكلة صغيرة وخسر كل فلوسه هنته قدام الكافيه كله ورمت له الدبلة في وشه وسابته ومشيت، وقالت له روحي له انت بتحبيه. وانت فعلا رحتي له، يعني انا احساسي كان صح، انت فعلا كنت بتحبيه وكنت غيرانه مني عشان هو كان معايا انا. لا، خدتي البواقي بتاعتي انا يا حبيبتي، انت مفكره نفسك مين؟ خلاص يا هتاخدي بنات. مكاني؟ انت هبله ولا ايه؟ النهارده خطوبتي انا. خطيبك واقف عبكده. امشي اطلعي بره. يا جماعه طب ثانيه احترمي خطيبك حتى. انت مالك؟ ده انت وأنا قلت حشريه جدا. ثانيه بس يا جماعه، هو انت يا عم عماد نعم. بنتك كان مخطوبه قبل كده صح؟ ايوه كانت مخطوبه، كل واحد راح لحاله ما فيهاش حاجه يعني. ايه الصوت العالي ده؟ يا جماعة سابت خطيبها عشان هو فقير ورمت الدبلة في وشه. في يا جماعه، في يا ندى. استاذ سلامه. سلامة. ايوه ايه ده؟ هو ده خطيبك؟ هنا؟ اه خطيبي. هي دي خطيبتك يا محمد؟ ايوه دي خطيبتي وابوها وامها. انت بتعمل ايه هنا يا سلام؟ الف مبروك يا محمد. ثانيه بيعمل ايه؟ استاذ سلام صاحب الفيلا. ايه؟ ايوه يا جماعه صاحب الفيلا وانا شغال عنده، وهو ده الشخص شغال عند سلامه؟ ازاي وسلامه اصلا شغال جرسون في المطعم؟ انا عمري ما كنت جرسون على فكره. صح، انت لسه مش فاهمه. انا اسف يا ندى ان انا خبيت عليكي. انا ما كنتش جرسون في يوم من الايام. الكافيه اللي انتوا كنتوا فيه ده بتاعي، بس لما لقيتك بالصدفه قلت يلا بالمره كده البس جرسون وادخل واشوف انت هتستقبليني ازاي. وبصراحه كنت مصدوم جدا لان ما توقعتش ان يكون في انسانه في الدنيا نظرتها للناس كده وتقيمهم على حسب شغلهم. عموما مش مشكلتنا، احنا مش جايين نفتح في اي حاجه يا محمد. الف مبروك. لا سلامه انا كنت بقول كده علشان يعني اشوف لما انا اسيبك انت هترجع لي وكده ولا لا. يعني انا اكيد ما سبتكش، يعني انت بتقول ايه؟ ايه ده؟ انت ناسي يا سلام انا بحبك.
بتقولي خطيبك واقف انا بسمع ده. خطيبك واقف. ثانية بس، اهدى على حالي. على فكرة الجواب كان واضح من الأول، من ساعة ما جيت اتقدمت وعمالة تتكلم في الفلوس، كل همك الفلوس. انت حتى مش مديها لابوك فرصة إنه يتكلم، ولا مديها لأمك فرصة إنها تتكلم. اسكت انت دلوقتي بس. ماما قولي لسلامه يا ماما ان انا بجد انا بحبه، هو خطيبي اللي انا يا حبيبتي بس يا بنتي تسكتي خالص. انت اصلا خطيبي ده كان بتاعي انا. يا جماعة واضح إن حاج. أنا جيت على كرامتي لما دخلت بيتك يا عم عماد. أنت أصلا للأسف معرفتش تربي بنتك. بعد إذنكم. حسقتينا مبسوطه، قلتي بكرامتنا وكرامه ابوكي وهو واقف. لا عملتي كده. ما عملتش. هي اللي خدت خطيبي ده كان بتاعي انا. خدته ازاي يعني؟ انت اللي هي سبتيه. اللي فضلت تحاربق علشان تاخده مني، وفي الاخر بصي خدته. بصي أنا مش خدته. هرد بص يا تحاربني سلامة. ازاي. احنا قلنا هو انت مصدقه نفسك؟ مالك عين انك تردي. ايه هو في ايه بجد؟ انا مستغرب ان في انسانه في الدنيا كده. انت مصدقه نفسك فعلا؟ انت رميتي الدبله في وشي. انت اول ما حسيتي ان انا فقير وما استاهلكيش قلت لي مع السلامه ومستوانا. عموما يا ابني. ابنك ايه بس يا حاجه؟ انا فاهمك حاجه. انت كمان في اقل مني، انا مش هعرف اعيش. انا مش هبقى مرتاحه، وانت مش هتبقى مرتاح ان انت موفر لي العيشه اللي انا عايزاها. فانت برضو هتتضايق. فانا عملت كده عشان احفزك انك تبقى اعلى، وانت فعلا طلعت اعلى، فما فيش مشكله. يلا بينا. ولو حصلت لي مصيبه في يوم من الايام، لو كل فلوسي راحت ترميني في الشارع؟ لا دي مستحيل. هشجعك. عمري ما هعمل كده. بقول لك ايه يا هنا، حقك عليا يا سلام. انا بجد لحد دلوقتي مش عايز اتطاول عشان اهلك الناس الكبيره دي. مش هينفع أعمل. نسيتني وانا ما الغلط عندنا، فهي كده. كده خد بنتك واطلعوا بره، ويا ريت تعرف تربي. عندك حق. انا اسف ان عندك ضايقتك حق. انا يا حبيبتي. عاجبك كده؟ دي اخرتها؟ يلا يا حاج يلا قول. امشي امشي. مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك. استغرب بجد، مش فاهم ايه البجاحه اللي هي بتتكلم بيها دي. انا مش عارفه عملت كده ازاي، انا اتخدعت فيها. دي كانت بريئه وكانت كويسه. الفلوس عموما بتغير الناس كده، والنفوس. فلوس ايه اللي بتغير؟ انا مش فاهم انت ليه لسه مقتنعه ان هي معاها اصلا حاجه. عموما احنا مش هنضيع لحظه حلوه زي دي في ان احنا نفتكر الحاجات دي. وانت خبيت عليا ليه بقى؟ كنت شاكك ان انا ابقى زيها؟ بصراحه لا، ما شكتش لحظه ان انت زيها، بس انا قلت اشوف يعني انت هتوافق عليا وانت عارفه ان انا مجرد ويتر او جرسون زي ما بتقول، ولا هيفرق لك المظاهر والماديات والشكل والحاجات دي. طب هقول لك على حاجه، كل اللي انت شايفه ده بالنسبه لي ولا حاجه. انا بيفرق معايا بس الشخص اللي انا هتجوزه، ان هو يحسسني بس بالامان. انت بجد انسانه كويسه جدا، اي حد يشكر ربنا انه يتعرف عليك يا ندى. يلا خلاص بقى انت تنكد نفسك على لا نفسك انا ولا نكد إيه؟ على حاجه. انا كده اتصلت دلوقتي تجيو جايين وهنعمل بارتي كويس ان شاء الله. ان شاء الله. صعبان عليا يا كويس. محمد والله. يلا الحمد لله ان هو اكتشف في الاول برضو، بدل ما كان اتدبس.